تعالوا بقى ننسى وصفات الأكل شوية، وتعالوا نعمل بقى كيكة اليوسفي اللي احنا ما بنستغناش عنها أبدا. وبنستنى دايما موسم اليوسفي بقى، وبسم الله ما شاء الله اليوسفي السنة دي مال السوق وسعره رخيص جدا. وهنعمل أحلى كيكة يوسفي في الدنيا. هنعملها بأربع حبات بس يوسفي، ولا هتصفي ولا الكلام ده خالص، ولا هتستخدمي لبن ولا فانيليا. وهنعمل أحلى كيكة في الدنيا، كيكة اليوسفي اللي ريحتها مش بتبقى في البيت بس، اللي ريحتها بتجيب لآخر الشارع. وهنعرف كل أسرار وتركات كيكة اليوسفي، وإزاي تطلع معاكي هشة وخفيفة، وإزاي تطلع معاكي فاتحة، وإزاي تطلع معاكي عالية جدا جدا. كل الكلام ده هنعرفه في الفيديو ده، وهتعملي احلى كيكة اليوسف في الدنيا. ما اقولكمش على جمالها وحلاوتها، واقتصادية جدا جدا. وهنعمل من بيضتين بس واربع حبات يوسفي احلى كيكه في الدنيا. واديكم شايفين شكل الكيكه، ما اقولكمش. تعالوا شوفوها من جوه كده وانتوا اللي هتحكموا. شايفين لونها جميل ازاي، شايفين خفيفه ازاي، شايفين هشه والسوى المظبوط بسم الله ما شاء الله. في السوى هتطلع معاكي زي الفل. وانا دايما اقول لكم اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا جايبه اربع حبات يوسفي ويكونوا تراي. ليه بقى؟ عشان انا عايزه عصير يكون مليان عصير. يبقى اربع حبات وسط كده، هنغسلهم كويس ونقشرهم ونبتدي نطلع منهم البذر. تمام كده. ليه هلا هتطلعي البذر؟ لان انا ما بصفيش اليوسفي، انا بستخدم الحبات كامله، ما بطلعش منها حاجه. طيب ازاي هنحش البذر؟ اللي متابعيني على الفيديوهات بتاعتي انا قبل كده فرست معاكم اليوسفي، وريتكم ازاي تطلعوا نطلع منه البذر. بتاخدوا اليوسفية كده وتطلعي منها تقطعيها على 3 دواير. ليه هنا على 3 دواير؟ عشان البذر اللي في اليوسفي يبان معاكي، بيبقى مستخبي. فالثلاث دواير هتبين لك كل البذر اللي فيها. البذر يا جماعة مصدر مرارة لليوسفي، فلازم نحوش البذر، لان انا بستخدم اليوسفي كامل زي ما قلت لك كده. هفضل انا كده اقطع في كل واحدة على 3 ونطلع البذر كويس قوي. وبعد ما نخلص كمان نبص في اليوسفي كويس، ممكن تكون في بذرية مستخبية كده ولا حاجة، نحشها قبل ما نفرمها في الخلاط او نضربها في الخلاط. هبتدي بقى الخطوات بقى. هعمل بقى؟ نضرب اليوسفي كويس قوي قوي، ننعمه خالص في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. وهأكد لكم انا ما بصفيش، ودوق العصير بتاعك مش هتلقي فيه اي مرارة. تمام كده. وبعد كده هنجهز 3 بيضات. ايوه انا قلت لك بيضتين، هنا 3 ليه يا هالة؟ عشان انا مستخدمه بيض بلدي. انت هتستخدمي بيض المزارع الكبير، استخدمي بيضتين فقط، بيضتين بس. تمام كده. لكن انا بصراحة مستخدمه البيض بتاع بيتي، دول 3 بيضات بلدي. انت استخدمي يا ستي 2. وكل ما نحط مكون نضرب تاني، كل مكون نضرب كويس قوي. هضرب البيض كويس قوي اما يختلط كده باليوسفي ويبقوا كريمي كده مختلطين ببعض كويس. من نجاح كيكة اليوسفي الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي، لان انا هقول لك كل اسرار كيكة اليوسفي حتى طريقة التسوية. تمام كده. هفضل انا كده اضرب في البيض واليوسفي مع بعض تاني، كل ما بيروحوا بينعموا تاني. تمام كده. عشان كده انا ما بصفيش، انا بستفيد بالحبايه كامله، بستفيد بكل الفوائد اللي فيها. دي الياف يا جماعه، والخلاط هينعمها لك، فليه تصفيه؟ انا كده نعمتها تاني. تعالوا نشوف الخطوه الجايه. قاعد بقى؟ قاعد يا ست كوبايه السكر بتاعتي دي، كوبايه عامله 300 جرام. تمام كده. يعني انت هتحط بالمج بتاع الشاي العادي، حط كوباية وربع. تمام كده. وكوباية الا ربع زيت بالمج الشاي العادي. تمام كده. يبقى كوباية سكر وكوباية الا ربع زيت. تمام كده. بالمج العادي اللي هو 200، اللي هو عامل 250 مللي بتاع الشاي العادي. يبقى انا كده هنزل كده بالسكر بتاعي. يبقى السكر هننزل بالسكر ونضرب تاني. انا حاطه بالكوبايه دي، انتوا حط بالمج بتاع الشاي كوبايه وربع. تمام كده. هبتدي بقى اضرب السكر مع البيض مع اليوسفندي تاني، هينعم تاني. كل ما بتحط خليط هينعم معاك واللون بيفتح معاكي. ده من اسرار ان الناس اللي بتقول ان الكيكه بتطلع معايا غامقه. لا يا ستي، امشي على نفس
نفس اللي انا بعمله كده، وهتطلع معاكي احلى كيكه في الدنيا. كل ما يروح هتلقي الخليط هيفتح معاكي زي ما انت شايفه كده. انا كده ايه، بضرب السكر مع البيض مع اليوسفندي تاني، فكل ما يروح بينعم ويفتح معانا. قاعد ايه بقى، معلقه الخل دي مهمه جدا. الخل يا جماعه بيدي تفتيحه اكتر تاني وتاني لمين، للخليط. وهننزل بالزيت بتاعنا والخلاط شغال كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. هننزل بالكوبايه الا ربع زيت. الكوبايه الا ربع دي اللي هي ايه، عامله 250 مللي، يعني عامله 150 جرام ملي زيت. تمام كده. نزلنا بالزيت برضو وضربناه كويس مع الخليط. احنا كده خلصنا ايه، المواد السائله كلها. تمام كده. خلاص يا ست، ادينا عملنا الخليط زي الفل. واديكم شايفين بامانه الكاميرا ظالمه معايا الخليط كان لونه احلى من كده وكريمي وناعم زي الفل. تعال نشوف المواد الجافه مع بعضينا. كوبايتين دقيق بالمج العادي بتاع الشاي، ومعلقتين نشا كبار، بس كوبايتين الدقيق بتوع المج مهرمين، ومعلقتين نشا مهرمين، وكيس بيكنج باودر. وهننزل عليهم بربع معلقه ملح. الملح عشان ايه، يمتص الرطوبه اللي في الدقيق. ونقلب كل ده مع بعض. يبقى المواد الجافه عباره عن ايه، مجين من الشاي العادي مهرمين دقيق، وهننزل عليهم بمعلقتين مهرمين نشا، وهننزل عليهم بكيس بيكنج باودر، وهننزل عليهم بايه، بربع معلقه ملح. تمام كده. ونبتدي ننخلهم بقى. انا هنا هنخل فوق الخليط نفسه. انا هحط الخليط كله لان ده المقدار بتاع الخليط. انت يا ست ممكن تنخليه بره وبعد كده تكب على الخليط بتاعك. ليه يا هلا بتنخليه؟ عشان الكيكه بتاعتك يدخلها هوا وتطلع كده مفرغه من جوه وتطلع هشه وخفيفه. لازم يدخلها الهوا ده عن طريق ان احنا بننخل الدقيق. ويا ريت اللي ما حطيتش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. شايفين الخليط شكله حلو ازاي؟ طب ليه يا هلا انت ما حطيتيش فانيليا؟ ماني يا ست مستخدمه اليوسفندي ده، ريحته بسم الله ما شاء الله، مش محتاجه فانيليا. ومستخدمه خل برضو، فانا مش محتاجه فانيليا. خلاص كده. جبت كده الصينيه بتاعتي ودهنتها ايه، زيت سمنه اللي عندك ادهنيه. تمام كده. وبعد ما ندهنها كويس قوي، الصينيه بتاعتي عاليه جدا. انا الصواني بتاعتي شبيهه للحلل على فكره. كل اللي يشوفها يقول عاليه زياده عن اللزوم. العلو ده بسم الله ما شاء الله هيبقى علو الكيكه بتاعتي، وهتشوفوها معايا دلوقتي. وبايدي كده رش الدقيق واوزعها على الصينيه بتاعتي كده، والفها في الصينيه بالطريقه دي، والزياده نكبها من الصينيه. يبقى انا جهزت الصينيه بتاعتي. في الوقت ده انا شغاله الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه. انا بسخن الفرن بتاعي اثناء ما انا بجهز الكيكه بتاعتي. تمام كده. خلاص انا كده ايه، قرب ما خلاص هخلص الكيكه بتاعتي. شغال الفرن بتاعك قبلها ب5 دقايق. هنزل بالخليط كله في الصينيه زي ما انتم شايفين. شايفين الخليط شكله جميل ازاي وفاتح ازاي؟ اديكم شايفين الصينيه تلتها خليط والتلتين فاضيين. وهنشوف دلوقتي شكل الكيكه مع بعضنا هيطلع معانا ازاي. تمام كده. يبقى التلت الخليط والتلتين فاضيين. فتعالوا نسويها كده ونشوف الدنيا معانا ايه. هنحطها على الرف الوسطاني. احنا بعد ما سخنا الفرن، هدي الفرن بتاعتك، الفرن هديه على درجة 180، يعني على حرارة وسط. نهدي الفرن ونحط الكيكة على الفرن على الرف الوسطاني، وفي نفس الوقت ما تشغليش شواية. الكيك ما يستويش على شوايات يا جماعة. الشواية تبقى مطفية لغاية الكيكة ما تستوي. شايفين بسم الله ما شاء الله علو الكيكة ازاي؟ وهتحمر من غير شواية. ده السوى المظبوط للكيكة. ولا هتجيبي خلة ولا هتدخليها ولا تطلعيها ولا حاجة خالص. وسيبي الكيكه بتاعتك على الرف الوسطاني وانت مشغله الفرن من تحت على درجه حراره وسط كده 180، وهتلقي الكيكه بتاعتك استوت من فوق ومن تحت وزي الفل، ولا محتاجه تجربيها ولا اي حاجه. طب تعالوا مع بعضينا كده نشوف الكيكه، نقطعها مع بعضينا، نشوف خفيتها ونشوف العلو بتاعها. تمام كده. ما اقولكمش على ريحتها. الريحه كانت عامله انقلابان عندي في البيت. بامانه ريحه الكيكه اليوسفي بتجيب لاخر الشارع عندي. الكل بيبقى بيسال الكيكه دي الريحه جايه من عند مين. المهم انا مش هطول عليكم في الكلام. هنقطعها. انا بصراحه قطعتها على طول سخنه كده، لان انا عندي بنت من بناتي بتحب الكيكه سخنه ما بتحبهاش بارده، فعلى طول بقطعها لها سخنه عشان لو بردت ما بتاكلش منها. تمام كده. خلاص انا قطعت ايه الكيكه بتاعتي. تعالوا نطلع كده مع بعضينا قطعه ونشوف الدنيا. شايفين
المقطع بينزل لتحت ازاي من علو الكيكه. بسم الله ما شاء الله، اديكم شايفين لون الكيكه فاتح جدا، التسويه مظبوطه جدا جدا من غير شوايه يا جماعه، الكيك ما يستويش على شوايه، زي الفل، هشه وخفيفه. واديكم شايفين بضغط عليها وهي سخنه بترجع تاني، ده بيرجع لايه؟ لخفيه الكيكه، مش مكتومه، طالعه معايا عاليه جدا جدا، ريحتها حلوه جدا، طعمها حلو جدا، لا في مراره ولا اي حاجه، وناعمه وزي الفل. ما اقولكمش على جمال كيكه اليوسف يا جماعه. اديكم شايفين العلوه عاليه معايا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. البطين ادوني، اديكم شايفين صينيه كيكه الله اكبر عليها. فهقول لكم ايه، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وايه رايكم في الجمال ده؟ احلى كده، احلى كيكه يوسف هتعمليها من ايدك الحلوين. ويا ريت ما تجيبيش صينيه كبيره عشان الكيكه بتاعتك تطلع معاكي عاليه ومظبوطه. وطريقه السوى اللي بقول لك عليها، ما تشغليش شوايه لاي كيك. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ مع كوبايه عصير يا ستي، مع كوبايه لبن، مع كوبايه شاي خفيفه كده الصبحيه او وقت المغربيه، هتاكلي احلى كيكه في الدنيا. شايفين من جوه هشه ازاي وخفيفه، ولونها ازاي، مش متحمله. بسم الله ما شاء الله، احلى كيكه في الدنيا. والنشا يا جماعه، النشا ده مهم جدا، اللي بيحافظ لك على هشاشه الكيكه، ما بيخليهاش تهبط منك بعد ما تطلع من الفرن، ده فوائد النشا. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ شايفين ازاي؟ بالهنا والشفا مقدما، ومنتظره رايكم في التعليقات.